كلنا محتاجين صنفرة يا ولاد، والله كلنا محتاجين ان احنا حد يصنفرنا كده ويشيلنا من اللي احنا فيه اساسا. عشان كده انا النهارده جايبه لكم الدلكه السودانيه. وما ادراكي ما الدلكه السودانيه؟ الدلكه السودانيه دي عباره عن حاجات كتير جدا 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 في بعض، وفيها اسرار وفيها خبايا وفيها مكونات كتير جدا، وبتتعمل في السودان بس. الدلكه السودانيه من الحاجات اللي اشتهرت كتير مؤخرا، بس في ناس لسه ما جربتهاش لغايه دلوقتي، واللي ما جربهاش لازم يجربها علشان هيفوتوا كتير بجد. هتلاقي نفسك واحده ثانيه. بتتكون من ايه بقى الدلكه السودانيه؟ الدلكه السودانيه بتتكون مش بس اعشاب زي التبريمه والصقله، لا دي بتتكون كمان من بزيوت وزبدات وروائح رهيبه وثابته، وبتفضل في جسمك بتحسي ان انت في عالم تاني خالص. في مكونات معروفة في الدلكة السودانية زي العدس والترمس والحلبة واللوز المر، وفي مكونات غريبة شويتين زي الحطب والضفرة والطلح والصندل والمسك والقرنفل وزيوت كتير بقى. ودي من أسرار الدلكة السودانية. هنجيب 3 معالق من الدلكة السودانية، ولو احتاجتي اكتر من كده مفيش مشكلة، ومية بتاعتك او مية الورد، وهتزوديها شوية علشان تفكيها عشان تعرفي تفرديها على جسمك. طبعا احنا بنفكها بالميه علشان تبقى سهله الفرد على الجسم وما تاخدش مننا وقت ولا تفرفت ولا تقع وما نستهلكش منها كتير. هنا الميه زادت مني شويه، لو هتستخدميها على طول لازم تزودي شويه دلكه علشان ناخد قوام كثيف اكتر من كده، بس لو هتسيبيها شويه هي كده كده بتمتص الميه وبتمسك عن ما انتي مخففاها دلوقتي. الدلكة بقى يعني الدلع كله، يعني التنعيم والطراوة والريحة الحلوة والنعومة وكل حاجة حلوة انتي محتاجاها لجسمك هتلاقيها في الدلكة. تنشيط دورة دموية، تخفيف للشعر الزايد، كل الفوائد اللي انتي ممكن تحتاجيها كست عادية او كعروسة هتلاقيها في الدلكة السودانية. دلوقتي هنعمل الدلكة ازاي؟ بعد ما خففناها بالمية زي ما احنا عملنا، هناخد اي فرشة او بايدك عادي، مش لازم فرشة، وطبعا هحطها على ايديا كتجربه معاكم. هتفرديها كده. طبعا مش قادره اقول لكم الريحه عامله ايه، بجد الريحه قلب الاستوديو هنا وقلب المكان، وكل الناس معجبه بيها، لان الدلكه مش بتيجي بس بريحه زيت الزيتون، لا ده بتيجي بروائح كتير تانية فعلا ثابته جدا وقويه جدا وبتقعد معاكي فتره طويله. بعد ما فردناها على جسمنا وقعدنا بيها لغايه ما نشفت تماما وخدنا كل الفوائد اللي احنا عايزينها، هنفركها بايدنا بطريقه دائريه وبالراحه علشان بشرتك ما تلتهبش وتشطفي جسمك كله بعد ما تنزليها من على جسمك. وفي حاجه اختياريه ممكن تعمليها بعد الدلكه السودانيه، تبتدي تعملي سكراب لجسمك بالليفه المغربيه زي الحمام البلدي المغربي، بس دي مع الدلكه، ودي حاجه اختياريه ممكن تضيفيها او لا.